مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. بادر رئيس الجمهورية بتوجيه تعليمات صارمة لتنفيذ إجراءات عاجلة بهدف تأمين موسم جني الزيتون مع ضمان حماية حقوق الفلاحين وتعزيز دعمهم المالي. وشدد على أهمية تعزيز دور الديوان الوطني للزيت من خلال تطوير إمكانياته في تخزين الزيت وتحسين أدائه، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية بما فيها الديوان تحتاج إلى تحديث آلياتها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، أعلن الديوان الوطني للزيت عن برنامج خاص لشراء زيت الزيتون مباشرة من الفلاحين والمعاصر، سواء كانت الكميات صغيرة أم كبيرة. وسيتولى الديوان تسويق الزيت داخلياً وخارجياً في مراحل لاحقة. وأوضح أن الفلاحين مدعوون لتسليم زيت الزيتون في حاويات مخصصة لحفظ الزيوت الغذائية، حيث سيتم استقبال الكميات وإجراء التحاليل اللازمة بالمراكز الجهوية التابعة للديوان. أما أسعار الشراء فستتم تحديدها استناداً إلى جودة الزيت المصف بكر ممتاز وبكر وعادي، وبالرجوع إلى الأسعار السائدة في السوقين المحلية والدولية. ويشدد على أن عمليات الخلاص ستتم عبر التحويل البنكي أو البريدي وفق التراتيب القانونية الجارية بها العمل. من جانبها دعت جامعة منتجي الزيتون ديوان الزيت إلى مواصلة شراء كميات إضافية من زيت الزيتون لامتصاص المخزون المتوفر في المعاصر ولدى الفلاحين، في ظل عدم إقبال المصدرين الخواص على اقتناء كميات كبرى من الزيت.